العروسة رانيا كانت قاعدة في البيوتي سنتر مستنية أهم يوم في حياتها، وصاحبتها الروح بالروح هبة كانت واقفة جنبها وبتقول لها: يا رانيا انتي قمر، وانا جايبالك طقم مكياج ماركة عالمية هدية مني عشان تطلعي ملكة في الكوشة. هبة كانت هي اللي بتشرف على الميك اب ارتست، وبتحلف لها ان الهدية دي غالية جدا وممنوع حد يلمسها غير رانيا. رانيا كانت مأمنة هبة جدا وفرحانة بجدعنتها، وقبل ما تبدأ تحط المكياج هبة سابتها وخرجت تعمل مكالمة تليفون. رانيا كانت بتفتح العلبة عشان تختار لون الروج، والصدمة كانت بشعة. لقت تحت الباليتة بتاعت الألوان ورقة صغيرة متطبقة ومكتوب عليها بخط إيد هبة: يا رب المادة اللي حطيتها لك في البودرة تعمل لك حساسية وتخلي وشك يورم قبل الزفة، عشان العريس يشوف وشك الحقيقي ويقرف منك زي ما خطفك مني بدم بارد. رانيا جمد الدم في عروقها وبصت للبودرة ولقت لونها غريب وفيه ريحة كيماوية نفاجة. اتضح إن هبة كانت عينة من العريس قبل رانيا، ولما اتخطب لرانيا قررت تنتقم منها في أعز يوم عندها وتدمر وشها بمادة كاوية مخففة حطتها وسط المكياج الغالي. هبة كانت بتبين الحب وهي بتجهز السم اللي هيشوه صاحبتها ليلة العمر. رانيا ما كانتش ساكتة، مسحت وشها بسرعة قبل ما المادة تلمسه، واستنت لما هبة دخلت وهي بتضحك ضحكة صفرة وبتقول: ها يا عروسة، حطيتي المكياج؟ رانيا مسكت العلبة وفتحتها في وش هبة وقالت بصوت مشروخ من الوجع: المكياج اللي انتي جايباه ده يا هبة يليق بيكي انتي أكتر، لأنه زي قلبك بيخبي السواد تحت لمعة كدابة. رانيا جابت الأمن بتاع المكان وواجهت هبة بالورقة والعلبة المغشوشة قدام المعازيم اللي كانوا بدأوا يوصلوا. هبة وشها بقى زي الكفن واتفضشت بجرسة في السنتر كله، ورانيا عرفت إن الصحوبية مش بالكلام ولا بالهدايا الغالية، والحرص واجب حتى من اللي بتمسكلك الفرشة وتلونلك وشك بالحب المزيف. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تبينلك إنها بتجملك وهي بتخطط تشوهك ربنا بيفضحها بأبسط ورقة منسية، وكسرة القلب من الأخت أصعب من أي وجع.